السلام عليكم يا شباب. هكلمكم ربما يكون اخر فيديو هعمله، عشان انا عملت فيديوهات كتير واظن اللي هي فادت الناس، فاحب اعرفكم. ناس كتير بتسأل البرازيل لو جيت هلاقي شغل، لو جيت تبقى ايه؟ ففي ناس بتجاوب تقول لك البرازيل وحشة، تمام، وفي ناس بتجاوب تقول لك البرازيل حلوة واحسن من بلدنا والكلام من ده. فكل واحد شايف البرازيل من وجهة نظره هو، من قصته هو، فالقصة اللي هو عاشها بيحكيها، فهو ما كذبش عليك لما قالك البرازيل وحشة، وهو التاني لما يقولك البرازيل حلوة ما كذبش عليك برضه عشان هو مشيت معاه حلوة، تمام. فمعنى في ناس قاعدة في أمريكا تقولك أمريكا وحشة، وناس تانية عملت فلوس في أمريكا. أنا أعرف ناس في زامبيا، لما كنت هناك في زامبيا، الناس عملت عمارات في بلد زي زامبيا 80% من الشعب تحت خط الفقر، تمام، بس هم رزقهم، تمام. واللبنانيين في جميع انحاء العالم شغالين في التجاره وربنا يوسع عليهم. فكل واحد بيحكي قصته اللي هو عاشها، يعني ما تقولش ده مش عاوزنا نيجي البرازيل، لا، هو بيحكي قصته اللي هو عايشها في البرازيل. انا اعرف ناس هنا شغاله في التجاره، واحد شغال في التجاره وربنا رزقه، والتاني عمل زيه وربنا ما رزقوش. فهو تجربة يعني السعي، رزقك، حتى لو خسرت حاولت وخسرت احسن ما حاولتش خالص وتندم طول عمرك، تمام. فكل واحد بيشوف البلد اللي هو فيها بمنظوره وقصته. انا اعرف ناس في اسبانيا تقول لك، انا قابلتهم يقول لك شيء يقول لك كويس وشيء يقول لك وحش. اعرف ناس في فرنسا يقول لك ده ربنا موسع عليا وفيها خير، والتاني يقول لك لا. وانا اعرف ناس في هنا عرب نايمين في الشارع وتحت الكباري، وفي ناس تانية جت هنا اشتغلت في محل هدوم وبعد كده فتح محل لوحده وبعد كده بقى المحل 2. فهي كلها ارزاق، المهم تسعى، والرزق دي بتاع ربنا. فكل واحد بيقول لك قصة، هو ما بيكذبش عليك، هو بيحكي لك الواقع اللي هو عاشه، تمام. في ناس لو هتشتغل براتب هنا في البرازيل ما تنفعش الرواتب. عن نفسي انا بقول لك الرأي الشخصي، تمام. الشغل الحر وتطوير الذات، يعني انا اعرف واحد يشتغل في اي فود، عمل مشروع اي فود في البيت، يعني بيبيع اونلاين، الاكل اونلاين، تمام. فبداياته كان بيبيع اوردر 2، بيبيع وجبه 2 3. فلما لقى الناس عاوزه المنتج ده وعاوزه المنتج ده بقى يطور حاله، ودلوقتي العمليه حلوه وبقى يبعت فلوس مصر، تمام. في ناس تانية خلصت شركة مع ناس زي حالاتي كده، دخلت شريك مع واحد وبعد ما المشروع مشي خلعني واداني اصل فلوسي، فانا مش مسامحه، خلي في علمكم يعني. فالمهم اللي انت تسعى، والسعي والتجربة، ولو فشلت احسن اللي انت ما تسعاش خالص، تمام. فهي كلها ارزاق، وكل واحد بيقول قصته اللي هو عاشها، ما فيش حد بيكذب على حد، تمام. انا عن نفسي البرازيل عايش مرتاح فيها، تمام. والواحد يطور نفسه ويفكر هيعمل ايه بكره، تمام. خليكم كده ايه متفائلين وابعدوا عن الناس المتشائمه. فكل واحد بيحكي قصته وهو ما بيكذبش عليكم. يعني في ناس قاعده تحت الكباري عرب، تمام، وفي ناس جايه من الصفر وربنا رزقها، وفي ناس شغالين عايشين كويس وخلاص. فكل واحد بيحكي قصته وكل واحد بيحكي هو عايش ازاي، تمام. فما فيش حد بيكذب حد. لما حد يقول لك انجلترا وحشه، انا رحت انجلترا والله، قابلت مغاربه هناك بيقول لك انجلترا فيها شغل، وقابلت مغاربه تانيين ومصريين يقول لك انجلترا صعبه والحياه غاليه. فكل واحد بيحكي القصه اللي هو عايشها، فما فيش حد بيكذب، تمام. فانت اسعى. انا والله اعرف ناس في انجولا اللي هي افقر بلد، وزامبيا وتنزانيا، ناس فوق 80% 90% من الشعب هناك فقير، بس في ناس بتروح هناك زي المصريين في التجارة ربنا بيرزقهم وبيعملوا عمارات. فهي كلها القصة كلها هي أرزاق. اسعى وجرب، حتى لو وقعت ارجع قوم تاني. فما تقعدش تحزن وتقعد تقول هروح فين واجي منين والكلام من ده. فربنا معاك، واختاروا الناس الصح، وعلى كده والسلام عليكم.